ووالله الذي لا إله غيره إن من يحقر الآن هذه الصواريخ المتواضعة التي تسقط بأيدي الشرفاء على رؤوس اليهود، والله إنه لمخدوع، وإنه لواهم، وإنه لا يعلم شيئا عن سنن الله الكونية، ولا يعلم شيئا عن عقيدة اليهود الذين يحرصون على الحياة بأي ثمن، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. لا أقول لو سقط صاروخ، بل لو سقطت بومبة أطفال، والله لو فرقعت بومبة أطفال الآن إلى جوار يهودي لملأت قلبه بالرعب والفزع. لا تحقروا جهد إخواننا، هذه طاقتهم، هذه طاقتهم، هذه قدراتهم، بذلوا ما استطاعوا. فيا من تحقرون هذا الجهد، أمدوهم أنتم بالسلاح الذي تحول إلى سلاح صدئ، أمدوهم أنتم بالسلاح، وسترون البطولة، وسترون الرجولة، وسترون الشهامة، وسترون من يحرصون على الحياة الأبدية الحقيقية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تستهينوا بهذه الصواريخ المتواضعة وبهذه القوة المتواضعة، فالإسلام ما انتصر في معركة قط لأنه فاق العدو عتادا وسلاحا وعددا أبدا، ولا حتى في حنين، ولا في حنين. بل ما انتصر الإسلام إلا يوم أن تجردت القلوب من التعلق بالأسباب، بذلت الأسباب على قدر المستطاع ثم تجردت منها. فهناك تعلق بالأسباب وانقطاع عن الأسباب. تعلق بالأسباب لأن الله تعبدنا أن نأخذ بالأسباب في حدود ما استطعنا، وانقطاع عن الأسباب بقلوبنا لأننا نعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فإخواننا بذلوا. نعم، أنا أقبل يد كل واحد منهم، والله العظيم أقبل يد كل بطل منكم أيها الأبطال، وأقبل رأس كل شريف من شرفائكم على ساحة القتال، بل وعلى أرض غزة كلها. أحييكم وأشكر لكم، وربنا يشكر لكم. بذلتم ما استطعتم كما أمركم ربكم، فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. أما الدور على هؤلاء الذين يسفهون جهد إخواننا ويحقرون صواريخ إخواننا ويحقرون ضربات إخواننا الموجعة التي ملأت قلوب اليهود بالفزع وملأت قلوب اليهود بالرعب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق بيننا وبينهم أننا نرجو الله جل وعلا، ونرجو الآخرة، ونرجو الشهادة في سبيله، وهم لا يرجون إلا حياة رخيصة بأي ثمن. وفي النهاية الكل هيموت. خلي بالك، والله العظيم هتموت، والله العظيم هتموت. انت فاكر ان الكرسي هيخوف ملك الموت؟ انت فاكر ان الجنود هتخوف ملك الموت؟ لا يا حبيبي. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. أقسم بالله نشتاق إلى الموت، ورب الكعبة نشتاق إلى الموت في سبيل الله. والله لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض، ولا توجد الآن مسلمة على وجه الأرض تحمل في قلبها شيئا من الصدق، أو يحمل المسلم في قلبه شيئا من حرارة الإيمان، إلا وهو يتمنى الآن الموت في سبيل الله جل وعلا. وإلا فمتى؟ وإلا فمتى؟ الكل هيموت. طب ما نموت بشرف، ما نموت بكرامة، ما نموت بعزة. وإلا ما الفرق بيننا وبين من لا يعرفون الآخرة؟ ما الفرق بيننا وبين من لا يؤمنون بالقدر خيره وشره؟ ما الفرق بيننا وبين من لا يؤمنون باليوم الآخر؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ نموت بشرف. حب الدنيا وكراهية الموت. فلنمت بعزة، فلنمت بكرامة، فلنمت ورؤوسنا عالية، فلنمت وهاماتنا تناطح كواكب الجوزاء. بلاش الذل والذلة، كفاية بقى، كفاية. الناس شربت لما طفحت ذلا ومهانة.
نريد أن نرتوي شيئا من كأس العزة، نريد أن نشرب شيئا من كأس الكرامة قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وإلا سيموت المجاهدون وسيموت القاعدون، سيموت المجاهدون وسيموت القاعدون، سيموت المستعلون بالعقيدة وسيموت المستذلون للعبيد، سيموت الشرفاء الذين بون الضيم والذل، وسيموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، سيموت ذو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون، ويموت التافهون الحريصون على المتاع الرخيص الزائل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، اليوم، بكرة، بعد سنة، بعد مليون سنة هتموت. فتعمل لربك، اعمل لموقف ستقف فيه بين يدي الله جل وعلا. ولا انت خايف من الموت لأنك عمرت دنياك وخربت أخراك؟ أيوة، عمرت الدنيا، خلاص اطمأنيت وركنت إلى الدنيا وسكنت إلى الدنيا لأنك عمرتها وخربت مسكنك الأبدية في الآخرة، في البرزخ وفي دار القرار. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم العالم الزاهد العابد: يا أبا حازم، ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له: لأنكم